سعادة أبو يزن مناسبة الحلوة انتصروا الشرفاء. شوف هاي مناسبة، هاي الشرفاء كلهم انتصروا، الصامدين في غزة انتصروا ومساندينهم انتصروا، والأردن انتصرت لأنه يعتبر إنجاز للأردن برضه اللي صار. الأردن لم تقصر مع غزة ولا الأمة العربية، دائما في كل المواقف. ضيف دكتورة، والله ضيف دكتورة. تفضل شنو؟ ضيف دكتورة. دكتورة ديما ضيفوني انتم. ولا طبعا الله يجعلكم ايامكم فرح. يا رب. انتصروا الشرفاء. تزغروها هلا ما تصير. امشي يا درب مالك، امشي يا بطل. رؤيا دائما تسجل لي. يلا انزل عليهم كلهم. اقول لهم كمان واحد ولا غير دكتوره، كمان واحده دكتوره ولا غير كمان. خليك تمسح العدسة. يعني السكري مش مشكلة. المهنيين وزراء المهنيين خطين وغيره خطين تصورونا كان الله يساوي شباب لطفاء هذول ما شاء الله عليهم لطفاء جماعة التربية كيف حالكم؟ شكرا. لن حدا ينكر الدور الأردني اللي حصل في غزة. الكل بيعرفه تماما، واللي مش عارفه يسأل عنه، واللي مش عارفه يشوف الفيديوهات الإغاثة اللي طلع فيها سيد البلاد، وطلع فيها الأمير حسين، وطلع فيها الأميرة سلمى. الله يحييك، الله يحييك ويحيي كل النشميين اللي زيك، كل الابطال اللي زيك اللي بيحافظوا على الاردن وبيحافظوا على فلسطين. الله يقويك شيخ، انت محترم. الدور اللي قدمه الاردن ما حدا بيقدر يتجاوز، ما حدا اطلاقا بيقدر يتجاوز ما فعلت الملكه من تغيير الراي العام وما صار عليها هجوم. تغيير الراي العام في كل اوروبا وكل الغرب. كل الشكر وكل التحيه لجلالة الملك، كل الشكر للشعب الأردني اللي قدم وراح يضلوا يقدم لفلسطين لحين دحر الاحتلال. لن تنتهي المحركة إلا بتحرير القدس ودحر الاحتلال وخروج آخر محتل على وجه الأرض. كل التحية لكم جميعا. الله يكسر خاطر اليوم. آمين.